في عمليات جراحية بتحصل في الدماغ والمريض بيبقى صاحي. النوع ده من العمليات مش بيستخدم مع أي حالة. بيحصل لما يكون الورم أو المشكلة قريبة من منطقة مسؤولة عن النطق أو الحركة أو الذاكرة. لازم المريض يكون صاحي عشان الدكتور يتابع رد فعله ويحافظ على المناطق دي من التلف، وده عشان يساعد الجراحين يتجنبوا الضرر في المناطق الحساسة في الدماغ. خلال الجراحة بنطلب من المريض إن هو يتكلم أو يحرك دراعه عشان نراقب الاستجابة لحظة بلحظة. الجراحين بيقدروا يتنقلوا بدقة حوالين المناطق الحرجة، وده بيخليهم يضمنوا إن الوظائف الحيوية في المخ تفضل زي ما هي من غير أي ضرر. المخ هو المسؤول عن الإحساس بالألم، بس هو نفسه مفهوش نهاية عصبية للألم. الدكاترة بيقدروا يعملوا عمليات في الدماغ والمريض بيبقى صاحي، يعني لو استأصل الورم جنب مركز النطق يخلي المريض يتكلم معاه أثناء العملية. الجراح يشتغل بدقة وهو عارف كل حركة بتأثر عليه. والميزة الأكبر إننا بنقدر نحافظ على الوظائف الأساسية في المخ والكلام والحركة والذاكرة، بنخليهم زي ما هم، وده بيزود فرص الشفاء وبيقلل المضاعفات بنسبة كبيرة عشان المريض بيشارك معاه في العملية. العملية دي آمنة جدا، مستخدمة في العالم كله بقالها سنين، وكل ما التكنولوجيا بتتطور كل ما بقت دقتها أكتر وأمانها أعلى. أول خطوة هتعمل تصوير بالرنين المغناطيسي عشان تحدد موضع الورم بدقة. بعد كده تجهيز المريض وتخدير الجمجمة موضعيا من غير التخدير الكامل. وخلال العملية المريض بيتكلم معانا وبيجاوب على أي حاجة لو سألته، وده بيساعد الدكتور إن هو يعرف هو بيشتغل فين بالظبط. كل حركة من الجراح محسوبة، وكل استجابة من المريض بتحدد الخطوة اللي بعدها. أوعية المخ معقدة جدا، وكل منطقة لها وظيفة خاصة. لما الورم بيكون جنب مركز الحركة مثلا بنخلي المريض يحرك دراعه، وكده الدكتور بيعرف إن هو في منطقة حيوية ويبعد عنها. المخ نفسه مش بيحس بالألم، بس لو لمسنا منطقة مسؤولة عن الحركة ممكن يحصل شلل جزئي. عشان كده مشاركة المريض مهمة جدا. العمليات دي من أصعب الجراحات بس أكترها دقة. أهم حاجة فيها هي التواصل مع المريض. لازم نعرف كل لحظة إيه اللي بيحصل في الوظائف العصبية. بيبقى موجود فريق كامل بيراقب الإشارات الحسية والحركية، والمريض بيكون جزء من نجاح العملية. عملية زي دي بيجهز ليها قبلها بأيام، وفريق التمريض بيعمل بروفة كاملة. الجراح بيحدد مكان كل حركة، والمريض بيتشرح له كل حاجة عشان يبقى داخل العملية وهو عارف هيشارك إزاي. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة.